نصايح سريعة في المطبخ هتفرق معاكي بجد. ركزي معايا. لبابا غنوج مظبوط، معلقتين زبادي مع الطحينة هيخلوا الطعم أهدى وأنعم بكتير. والبانيه تبليه بمية بصل وملح وفلفل، بلاش بصل مبشور عشان الزفارة، النتيجة هتفاجئك. اللحمة المفرومة وهي بتتعصج سويها على نار هادية واديها وقتها عشان تطلعي منها أحلى طعم. الفراخ والسمك اغسليهم بمية الرز، بتشيل الزفارة تماماً وبتظبط الطعم جداً. حتى السلطة البلدي نص معلقة سكر صغيرة مع فص توم هيودوا الطعم في حتة تانية خالص. والحواوشي كرفس ونعناع مفروم، هو ده سر الطعم التقيل المظبوط. مكرونة بالصلصة، ورقتين ريحان في الآخر والريحة هتجيب لآخر الشارع. المحشي بقى حتة زبدة بلدي على الخلطة، ريحة وطعم يجننوا. سمك الفرن لازم يدخل والفرن سخن جدا عشان تضمني مفيش أي زفارة. عايزة لون الفراخ المشوية يبقى تحفة، صوص وبابريكا ونقطة عسل. مكرونة بشاميل اسلقيها 3/4 سوا بس عشان تطلع معاكي مظبوطة وما تعجنش. والرز المعمر وش القشطة أو الزبادي هو اللي بيخلي الوش يجنن. المهلبية قلبيها على البارد الأول وبعدين ارفعيها على النار وعمرها ما هتكلكع منك. الكركديه انقعيه مع عناب، طعمه بيكون أطعم بكتير من المغلي. وانتي بتحمري الفراخ ادهنيها من صوصها وشغلي الشواية في الآخر شوية، هتاخدي لون وقرمشة خيال. أما البامية تتغسل وتتنشف وبعدين تتقمع عشان ما تلزقش معاكي وانتي بتطبخيها. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير عشان الكل يستفيد، دعمكم بيخلينا دايما نستمر ونقدم كل جديد. لو استفدتي ادعيلي دعوة حلوة من قلبك وما تنسيش تصلي على النبي. عايزة تكوني أستاذة في شروة الخضار والفاكهة؟ ركزي معايا في الكلمتين دول، عشان مش كل اللي شكله حلو طعمه حلو، والسر كله في العلامات دي. نبدأ بالورقيات. الملوخية هاتي اللي ورقها خشن من الظهر، وورق العنب نقي الورقة الفاتحة الصغيرة، والجرجير ملوش غير الورقة العريضة والعود القصير. نيجي بقى للأساسيات. البتنجان الرومي لازم يكون خفيف وبيلمع، لكن بتنجان المحشي والبامية والكوسة نقي دايما الحجم الصغير الطري. والخيار هاتي الخشن الغامق اللي مش معوج. أما الفاكهة فليها أسرارها. البرتقان والليمون نقي دايما الناعمة، لكن الكنتالوب واليوسفي هاتيهم خشنين. البطيخة لازم يكون عنقودها ناشف وترن معاكي، والرمانة تكون تقيلة والوردة بتاعتها مفتوحة. ولو بتنقي طماطم، البلحة أحلى بكتير من المدورة. والفلفل اللي فيه 4 قواعد من تحت طعمه أحلى من اللي فيه 3. والمانجا طبعا ريحتها هي اللي بتحكم. وعشان التخزين، البصل والبطاطس اوعي تجيبيهم مزرعين، لازم يكونوا ناشفين ومقفولين. والثوم الأحمر هو اللي يعيش معاكي في التخزين. وفي الكرنب هاتي اللي بتطبل وخفيفة مش المكتومة، عكس الكابوتشا اللي لازم تكون تقيلة ومكتومة. نصيحة أخيرة، الموز الأخضر عمره أطول، بس أبو نقطة هو اللي طعمه سكر. لو استفدتي من النصايح دي ما تنسيناش بدعوة حلوة من قلبك، وصلي على النبي في التعليقات. اعملي لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد، دعمكم هو اللي بيخلينا نستمر ونقدم لكم كل جديد.